يقول أنور بديت القول بالصدق والحق والمعقول، ما هو مزور ولا منقول ولا حكايات بالإعلان. بقول كلمة أنا بالحق، القلب من فعلهم يحرق، ما همني من حنق يحنق، لا حد يقول لي أنا غلطان. قصيدة مرسلة من أنور علي عبد الوصابي إلى عمه سعيد عبد الوصابي من أبناء قرية عتيد مديرية الأجراف وصاب السافل. القصيدة تعبر بما فيها مع تحيات الشاعر شرعب نجيب الشرعبي. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خليل عبد فرحان وأيقا حازيات فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز. تمام. يقول أنور بدأت القلب بالصدق والحق والمعقول، ما هو مزور ولا منقول ولا حكايات بالإعلان. بقول كلمة أنا بالحق، القلب من فعلهم يحرق، ما همني من حنق يحرق، لا حد يقول لي أنا غلطان. طبعي الصراحة أنا دايم ونعرف الناس والعالم، والشيخ والعدل والحاكم أصحابي الأهل والأخوان. طبعي الصراحة أنا دايم ونعرف الناس والعالم، والشيخ والعدل والحاكم أصحابي الأهل والأخوان. نظمت شعري وخاص للعم عساه يعقل عساه يفهم، من قبل يحسر ويتندم يزعل ويقهر على ما كان. محتار عقلي أنا محتار، والجسم حقي بيشعل نار، عن ما جرى كل ما قد صار مسرع تغير أكيد يا أخوان. قد حان وقت العتاب اليوم، بشرح بما داخلي مكتوم، مجروح قلبي أنا مصدوم والبعض متعوب والشريان. مجروح قلبي أنا مصدوم والنبض متعوب والشريان. لا عين يا عم خاف الله يشلعند لي ذا كله، من فعلتك والغفلة ما قد فعلها ولا إنسان. ارحم لنفسك وخاف ربك، كم ناس لابك على فعلك. عجيب والله عجيب أمرك، أنت الذي بتكون خسران. كنا اتفقنا على كلمة واليوم قلبتوا علي للمه. لا عندكم خوف ولا رحمة، خافوا من الله الرحمن. القلب من فعلكم تعب، والظن فيكم ضلع خايب، وأقوالكم كلها كاذب، ما عاد واحد صدق بالشان. حملتنا الشرط واللازم بقرر الشرع والحاكم، لكن عمي ضلع ظالم فرض علي دبل وثمان. بقيت حاير أنا ما فعل، فقلت مقبول أنا أتحمل، لكنه بالحمل دبل وشن حربه وشان عدوانه.
بقيت حاير أنا ما أفعل، فقلت مقبول أنا أتحمل، لكنه بالحمل دبل وشن حربه وشان عدوان. قمت بهجمه لنا للبيت نهبت والمال وما خبيت، حتى الذهب ما قليل لقيت ما عاد رده أحد للآن. أيش المكلف وذا الأسلوب ما قصدكم أيش ذي مطلوب، من فعلكم كم أنا متعوب والجسم يشعل في النيران. لا حد منكم يكون فرح أو يفتكر أن يعيش رابح، لا حد منكم يكون فرح أو يفتكر أن يعيش رابح. والله والله ما سامح صمت وفي داخلي بركان، الصبر عندي نفذ حده يا غبن قلبي وكم جهده. الكل منكم خلف وعده وتعمد الصمت والنسيان. قد كنت انا بالجميع واثق لكن ما حق طلع صادق، الكل في المصلحة حاذق قد كل واحد بلا عمل بان. أوفيت واخلصت ضناياكم ما كنت في طبعكم أعلم، أوفيت واخلصت ضناياكم ما كنت في طبعكم أعلم. إلى متى هكذا يا عم اسرعت نسيت ما قد كان، راجع حسابك وما سويت وعالج أخطاك ذي أخضيت. ردوا جميع كل ما شلت بالحجم والنوع والميزان، هذه نصيحة وأنت اخبر يا عم أوصيك لا تغتر. اسمع كلامي واتعبر ما ينفعك بالأخير إنسان، واختم بذكر النبي المختار طه والأصحاب والأخيار، شفيعنا من عذاب